هذه قصتي. فراس أبو خليل، الشاب السوري الذي وصلت إلى أوروبا عن طريق رحلة شاقة وطويلة استغرقت الكثير من الأيام، وبدأتها عبر السباحة من الشواطئ التركية من إزمير حتى الجزر اليونانية، ثم عبرت برا. أرحب بك عبر راديو اليرموك 63 وأسألك أولا بعض التفاصيل الخاصة برحلتك التي بدأتها كما ذكرت عبر السباحة عبر البحر. أنت سباح أساساً فراس؟ عندك لياقة كافية؟ أنا ساكن في منطقة اسمها اللاذقية، هي صار على البحر مباشرة. كنا نسبح بشكل دائم كذا، بس ما عندنا هالمسافات الطويلة ومناطق مبدأ، وكانت الدنيا ليل يعني كان فيها صعوبة جدا، يعني ما متعودين على هالأمر، ولكن الظروف الأوضاع البلد جبرتنا نعمل شغلة ما تخيل بحياتنا نعمل. يعني أنت سابقا لم تسبح هذه المسافة الطويلة؟ هي ماني سباح، أنا إنسان عادي بس بعرف أسبح بشكل جيد. قديش استغرقت سباحة؟ قديش استغرقت زمن؟ استغرقت تقريبا بين 4 ساعات 4 ساعات ونصف. احكي لي عن اللحظة اللي قررت فيها أنك تسبح، ما تلجأ لمهرب مثل ما يعني كل الناس بتعمل. أولاً ليش قررت تسبح؟ ثانياً كيف حسبتها؟ أول بند إني قررت أطلع من المنطقة أسبحها بسبب الوضع المادي. ثاني سبب المنطقة اللي كنت عايش فيها خارج سوريا، الوضع كان المعيشة صعبة جداً، وأنا عندي أطفال وتأمين المعيشة للأطفال والتعليم كمان كان سيء جداً. يعني كذا عامل اجتمعوا وحرضوني لهالأمر، وقررت أني أطلع سباحة وعن طريق الإنترنت أتفرج على المواقع الأكثر قرباً رح تقدر أطلع فيها سباحة، يكون عندي طاقة لأني أطلع سباحة. ولعبت شوية رياضة وجهزت نفسي وقررت أطلع. فراس، كيف درست النقطة اللي بدك تنطلق منها؟ يعني عبر الخرائط على هاتفك النقال كانت عم تعطيك معلومات دقيقة؟ بالضبط. معلومات كافية؟ بالضبط عن جوجل ماب، عن طريق جوجل ماب والخرائط تاعت الGPS قدرت احدد موقع اقرب نقطتين من تركيا الى جزيرة كيوس. عادة من مناطق بعيدة تقريبا 40 كيلومتر 50 كيلومتر. أنا حاولت أن أختزل المسافة لأقرب مسافة، طلعت معي 8 كيلومتر، يعني كانت قريبة جدا، بس بتختلف يعني تصوير الأشكال على أرض الواقع. أنا بطريقي كان في جزيرتين على أساس أني ارتاح عليهم، ولكن ما قدرت لأنه طلعت منطقة جزر صخرية وعالية، فلذلك اضطرينا انه نتابع سباحه، ما قدرنا نوقف لا على الجزيره الاولى لا على الجزيره الثانيه. طيب بلشت سباحه، بدي تحكي لي شو لبست وكيف استعديت لو سمحت؟ استعديت مسبقا، عندي الاوراق الماليه، الاوراق المستندات تاعوني، الجواز، الهويه، في معي كان شهاده، عندي الموبايل لأنه كان هو يد اليمين بالموبايل بالتأكيد، المصاري اللي كانت معي عشان يوصلونا على أوروبا كلها تحاولت أحفظها بأكياس نايلون يعني تمنع وصول الماء إلى، وكنت لابس بقدامي زعانة عشان الدفع، وكنت لابس سترة نجاة وحقيبة فوق سترة النجاة، وحاولت حافظ الأغراض اللي معي حافظته بأكياس نايلون، يعني إنه لحتى ما تضيع مني أي مستند. أي ساعة نزلت على المي على البحر؟ نزلت الساعة بالضبط قرابة 9:30، كانت الدنيا ليل. كنا بمنطقة فيها انحدار قوي كتير، ونزلنا بهالانحدار وشوي عانينا بالنزلة، والساعة 9:30 كنا لابسين السترة والزعانف وعم نسبح.
كنت أنت وصديق معك؟ أنا صديقي هذا تعرفت عليه على الطريق، هو من الشام، ما بيعرف يسبح كثير لكن أنا شجعته وسبح شوي، شفت إنه ممكن يقطع معي وأنا ساعدته كثير على الطريق وكنت شجعه والحمد لله وصلنا. شو طريقة السباحة اللي اعتمدتها؟ يعني الطريقة التقليدية لما عملت تكنيك إنه ما تبذل جهد كتير بس تقطع مسافات؟ أول شغلة حاولنا نسبح على سباحة ظهر، لأنه لابسين تعانف وسباحة الظهر وستة النجاة كانت تعطينا راحة في السباحة كتير. نقطع مسافة طويلة، نغير الوضعية، نرجع نسبح سباحة عادية، نغير من طريقة لطريقة لحتى ما تضل العضلة بشكل دائم على حركة واحدة. كان أثناء السباحة كان في تيار قوي، تيار بحري قوي كان ياخذنا يمين وشمال لحتى نقدر نحدد مسارنا، وكانت المسافة بعيدة، حقا بعيدة، يعني ما نهينا ولا ما بصح أي إنسان يعملها، يعني كان فيها تعب. كانت مخيفة يعني اللحظة اللي قررت إنه خلاص بدي أنزل على المي، لبست سترة نجاة وحفظت أغراضك، كانت مخيفة؟ كنت خايف فراس؟ أكيد نحن عنا مقولة بأهل الساحل إنه البحر غدار، يعني كلمة البحر غدار إنه ما بتعرف يعني شو ممكن يتواجد لك بالبحر، شو منتظرك ما بتعرف. فلذلك كانت أصعب لحظة أول نزول المي، ولما صرنا في عرض البحر صار في طيور يجتمعوا أو شيء شغلة ينزلوا علينا، يعني كان في أشياء مخيفة بقلب المي. يعني قلت لي سبحت 4 ساعات، خليني أقول بعد ساعتين من السباحة عادة يعني إذا الإنسان بموقف أقل خطورة من هذا بتجي أفكار كتير، ممكن ييأس، ممكن يحبط، ممكن يندم. إجاك شيء من هاي الأفكار؟ طبعا أنا بصمي أنا الشيء اللي جابني لهون، أنا شو هالغلط اللي عملته، ولكن خلص صرت بدك تتابع، بدك تكمل، يعني لا ما في مجال. تركيا هون وظروف الحياة يعني بصير في خواطر كتير تيجي في بالك، فلذلك ممكن تضغط عليك بهاللحظات انك تتابع ما تتراجع. تابعتوا بعد الجزيرة الأولى والجزيرة الثانية، شو صار بعدين؟ بعد الجزيرة الثانية تقريبا كان باقي لنا شي كيلومتر لنوصل لكيون، هي الجزيرة. صديق تعب ولاحظت عليه انه تعب، انه خلص انه بركي ملاقينا خفر السواحل اليوناني معه ليزر، له طلع الليزر وصار يأشر فيه للليزر على القوارب، وما خلال 10 دقائق كان القوارب اليونانية، الخفر اليوناني جاي لعنا مباشرة. كيف تعاملوا معكم؟ والله بصراحة تعاملوا بطريقة إنسانية، واستغربوا إنه اثنين شو جايبكم لهون، كيف جيتوا؟ أنا ما كنت أقول لهم إني جيت سباحة، لأنه ممكن يقولوا لنا جيتوا سباحة رجعوا مثل ما جيتوا، إنه هلا بهالأيام عم بتصير القصص هاي نفسها، يعني عم بيرجعوا كل الناس. أنا قلت له جاء واحد معه يعني قارب حطنا هون ورجع، بس لما بالاعترافات عند اليونانيين قلنا لهم جينا سباحة. لما صرتوا باليونان تأكدتوا إنه ما عم يرجعوكم؟ إنه خلص صرنا بأمان ما ممكن يرجعونا، قلنا لهم صرنا جينا سباحة. شو كانت؟ حتى بعتونا واحد من الأمم المتحدة، شخص من حتى يحقق معنا وكذا، إنه أنتم حالة غريبة ما حصلت معنا قبل هالمرة. صدقوكم؟ كان عندكم أدلة على إنكم جيتوا سباحة؟ طبعا لأنه نحن دائما القوارب بتيجي مع 30 شخص، 20 شخص، 40 شخص، 50 شخص، نحن شخصين في نص في عرض البحر، يعني شافونا ما بعيدين شي 1 كيلومتر، يعني ما إذا بده يكون معنا حدا بيكون غرقان أو ميت وما في شي نهاية. قلنا له لا جينا هيك. فراس بعد ما وصلتوا على اليونان على أثينا وصلنا على أثينا، تابعتوا برا، أنت اليوم ببلجيكا. الرحلة البرية كانت شاقة أكثر من السباحة، لما أكيد السباحة أكثر تعبا.
لا السباحة طبعا، السباحة كان أكثر، ولكن كنا نحن هنيك بالبر نعاني عند الحدود. المدخل من دولة، الدخول من دولة لدولة كان فيها معاناة. فراس، بتتوقع أنه يصير اليوم في لاجئين سوريين يحاولوا يستخدموا نفس طريقتك بالوصول لليونان؟ في شباب كتير عم تتواصل معي وعم تحاول تطلع بنفس الطريقة. أنا ما عم بنصح حدا نهائيا. في شباب عم نفس الطريقة طلعت، والدرك التركي عم بيكمش منهم وعم بيوقفهم وعم بيبناهم. الكوماندوس اليوناني عم بيرجعهم للدرك التركي. ليش ما بتنصح رغم انك انت نجحت بالتجربة؟ لأن فيها صعوبة، وخاصة يلي بده ينزل لهذيك المنطقة طلعت منها بده يشوفها انه قريبة جدا، ولكن هي بعيدة جدا، لأنه الأضواء اليونانية مبينة من تركيا. لا بيقول لك لا هي، بس لما البحر في تيارات وما تيارات ما عم يقدروا يتابعوا نهائيا. الفكرة كانت جديدة براسك لما كانت قديمة أساساً عندك إياها؟ يعني أنت أخذت القرار من لما كنت بالأردن لما صرت بتركيا؟ أنا أخذت القرار قبل 3 شهور. دائما الحاجة الاختراع، ما بس الاختراع، العزيمة. الإنسان أنا لو ما حاجتي إني يجي على أوروبا بسبب المعاملة الكويسة للأوروبيين بعكس المعاملة السيئة للعرب، ما كنت جيت لهون. فراس، قديش عمرك البركة؟ أنا عمري 37 سنة. العمر كله بالنسبة لعمرك يمكن خليني أقول إنه اجتياز مسافة قد هي سباحة يعني أمر مو بس شاق، إنما مخاطرة بتصير أكبر مع التقدم بالعمر. طبعا 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 صح الكلام. بدي أسألك إنه أنت اليوم وصلت لبروكسل، هل كان الأمر يستحق كل هذه المخاطرة؟ مقارنة مع البلاد العربية نعم يستحق. لو كان الوضع يعني لو كان يعني حتى لو كانت إمكانياتي المادية كانت في البلد اللي عايش فيها أنا كويسة، نعم هون يستحق أكثر. هاي واقع، يعني ما فينا نقول إنه لا هنيك لا هون أفضل. على جميع الأصعدة هون أفضل. لو كان في عنا بلد عربي، نحن السوريين ايه ما لو كان عندنا بلد عربي يسمح للسوريين يدخل، ما كنت حدا بأوروبا. ما في دولة عربية عم تسمح للسوري يدخل قاطبة، وأوروبا فاتحة الأبواب على المصراعي، تعال عنا وخذ البدرة. في ناس عم تفقد كرامتها في البلاد العربية. خليني أكون مباشر معك. لو كان في بلد عربي يقدم تسهيلات للاجئ السوري للهارب من هذه الحرب، عم يأمن له مثل ما قلت أنت الكرامة والحياة بأدنى مستوياتها، خلينا نقول أنت شخصيا بالضبط كنت توجهت لأوروبا لما بقيت؟ لا ما كنت جيت على أوروبا نهائيا، ما كنت جيت على أوروبا نهائيا. فراس، أنت كنت بالأردن وعائلتك كانت في بروكسل، أولادك، زوجتك؟ لا أنا الأولاد وزوجتي لهلا لساتهم بالأردن. كم ولد عندك البركة؟ لهلا عندي ولدين. خلي لك إياهم. أطفال الله يخليك. بانتظار لم الشمل الآن؟ طبعا، وهون بلجيكا لم شمل السريع. بدي كنت أعرف قديش كلفتك الرحلة، إذا حدا يعني أكيد ما عم ندعو حدا ليجرب إطلاقا، لكن يمكن هذا السؤال يكون موجود عند الناس، إنه بالتالي قديش كلفته الرحلة لفراس؟ من تركيا لبروكسل كلفتني 2000 يورو، حتى كمان أقل بشوي. هو أقل بشوي. شكرا كثير لك فراس أبو خليل، حدثنا من بروكسل بعد رحلة شاقة لك للوصول إلى أوروبا عبر البحر، سبحت بنفسك ثم عبر البر. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الله شكرا لك كمان، شكرا كثير، شكرا.